من 15 سنة كده كان 20% من الناس بيدخلوا الانترنت من الموبايل. دلوقتي لا يا معلم، الدنيا اتقلبت. الناس بقت قاعدة على الموبايلات أكتر ما بتقعد مع نفسها. تخيل إن في ناس بتقضي 11 ساعة في اليوم ماسكة الموبايل، يعني تقريبا أكتر من الوقت اللي بيقضوه نايمين أو بيتكلموا مع حد. الطريف بقى إن 71% من الناس بيتفاعلوا على السوشيال ميديا يوميا، 31% منهم اعترفوا إنهم مش قادرين يسيطروا على استخدام الموبايل. يعني الموبايل بقى هو اللي مسيطر علينا، مش إحنا اللي ماسكينه. و17% من الأهالي بيقضوا وقت على الموبايل أكتر من اللي بيقضوه مع أولادهم. يعني العيال بقت تغير من الموبايل. بس تعالى هنا، دماغنا أصلا مش مهيئة تتعامل مع الأجهزة دي، لأن ببساطة التكنولوجيا جريت أسرع من تطورنا كبشر. العلم بقى بيقول إن اللي بيحصل في دماغنا بسبب الموبايل مرعب بصراحة. النهاردة بقى هنفهم سوا إيه اللي بيحصل في دماغك لما تمسك الموبايل، ليه بيخليك تحس بالملل والزعل، وليه بقيت مش قادر تركز أو تروح حتى الحمام من غير الموبايل. وفي الآخر خالص هقولك على 3 طرق علمية جامدة جدا تخليك ترجع تتحكم في حياتك بدل ما الموبايل هو اللي يتحكم فيك. خلينا الأول نفهم إيه اللي بيحصل في دماغك لما بتفتح الموبايل. عارف الدوبامين؟ ده الكيماوي اللي بيخليك تحس بالسعادة. يعني لما تاكل شوكولاتة أو تشوف لايك جديد أو تيك توك يضحكك، دماغك بيقولك برافو، كتر من ده. بس الكارثة إن الموبايل بقى عامل زي محل حلويات مفتوح 24 ساعة. كل إشعار، كل فيديو، كل متابع جديد يساوي شحنة دوبامين جديدة، وده بيخلي الخلايا في دماغك تشتغل أكتر وأكتر، لدرجة إنها بتتعود على الجرعة العالية دي وما بقاش عندها مزاج لأي حاجة تانية. الموضوع مش بسيط يا صاحبي. المسارات اللي في دماغك اللي بتطلع دوبامين بتقوى يوم ورا يوم، وإنت مش محتاج حتى تخرج من بيتك عشان تحس بالمتعة دي. كل اللي عليك تعمله إنك تفتح الموبايل وهوب دماغك ياخد جرعة السعادة دي من غير ما تتحرك سنتي. بس يا عم الحاج، الكارثة إن الجرعات دي المستمرة من الدوبامين بتخلي دماغك يزهق من أي حاجة تانية في الحياة. يعني الحاجات اللي كانت بتفرحك زمان بقت دلوقتي مملة ومش فارقة معاك. حتى لو رحت مكان جديد أو جربت حاجة مختلفة، دماغك مش متحمس زي الأول. عادي بقى، هو واخد الجرعة القوية من الموبايل خلاص. العلم بقى بيقول إن ده ممكن يخليك تحس بالحزن والضيق والاكتئاب، زي تجربة عملوها على الفئران اللي هي دايما ضحية كل حاجة. الفئران اللي كانت عايشة في بيئة مملة كان عندها دوبامين أقل، بس اللي كانوا عايشين في بيئة جديدة ومليانة حاجات مختلفة كان عندهم دوبامين أكتر. إنما لما الفئران دي أخدت منشط دوبامين قبل ما تدخل البيئة الجديدة، دماغهم ما بقاش يتأثر بالحاجات الحلوة دي. يعني بالبلدي كده، لما دماغك ياخد دوبامين زيادة من الموبايل، الحاجات الحلوة في الحياة تبطل تفرقه، وده كمان مؤثر على التركيز. احنا بقى عندنا attention span زي السمكة. يعني ممكن تمسك الموبايل وتقول هشوف بس إشعار واحد، وتلاقي نفسك بعد ساعة بتتفرج على فيديو كلب لابس طاقية في روسيا. الدراسات بتقول إن الموبايل بيخلي الناس مش قادرة تأجل المتعة، يعني عايز كل حاجة دلوقتي حالا. ما بقيناش نعرف نستنى، بقينا عايزين المكافأة على طول، وده بيخلي دماغنا مش عارف ينبسط بحاجة. واحدة من الدراسات قالت إن الشباب اللي بيقعدوا أكتر من 7 ساعات على الشاشات في اليوم عندهم ضعف احتمالية إنهم يعانوا من اكتئاب أو قلق، بينما اللي قللوا استخدام السوشيال ميديا النص ساعة في اليوم بس حالتهم النفسية اتحسنت بشكل واضح جدا. والموضوع مش بس نفسي، لا ده كمان اجتماعي. الناس اللي قاعدة على الموبايل كتير بيبعدوا أكتر عن التواصل الحقيقي. يعني بدل ما تخرج مع أصحابك تتكلموا، لا كل واحد قاعد بيبص في شاشة. والمصيبة الكبرى، المراهقين اللي بيقضوا 5 ساعات في اليوم على الموبايل عندهم احتمال 71% أكتر إنهم يطوروا أفكار اكتئابية أو حتى ميول انتحارية. وتعالى شوف تيك توك، ده عامل كارثة لوحده. كل الناس هناك عايشة حياة وردية ومثالية، فتبص تقول هو أنا الوحيد اللي حياتي بايظة كده؟ وده يخليك تمسك الموبايل أكتر وأكتر. دايرة مقفولة. والتطبيقات دي بقى معمولة بذكاء خبيث جدا. يعني مثلا انستجرام بيأجل اللايكس عندك شوية عشان أول ما تفتح يوريك كذا إشعار مرة واحدة، فتنبسط وتقول واو الناس بتحبني. بس الحقيقة هم بيغذوك بالدوبامين عشان تفضل ترجع تاني وتالت. دلوقتي بقى يا معلم نخش على لحظة الحقيقة. هل انت فعلا مدمن موبايل، ولا مجرد واحد بيحب يشيك على إشعاراته كل 30 ثانية عشان يطمن إن الحياة لسه ماشية؟ العلماء بيقيسوا الإدمان بحاجة اسمها الدوبامين، وده زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو البنزين اللي بيشغل موتور المتعة في دماغك. ومادام الموبايل بيدي جرعات دوبامين ببلاش طول اليوم، فمش غريب إن دماغك يقولك سيب الشغل وتعالى نفتح تيك توك. الإدمان يا سيدي ببساطة هو إنك تفضل تعمل حاجة بشكل قهري حتى لو بتأذي نفسك أو اللي حواليك. يعني بتفضل على الموبايل رغم إنك عارف إنك متأخر، مش بتنام كويس، ومخك بيولع. خد بقى الأسئلة ال5 اللي العلماء بيستخدموها علشان يعرفوا إذا كنت مدمن ولا لأ، وكن شجاعا وجاوب بصراحة. رقم 1، هل بتبص في موبايلك على حساب حاجات تانية؟ يعني بدل ما تتكلم مع مراتك أو تلعب مع ابنك أو حتى ترد على الراجل بتاع القهوة وتبقى سرحان في انستجرام؟ لو فالموضوع واضح يا نجم. رقم 2، هل مزاجك بيتغير على حسب اللايكس؟ يعني لما البوست بتاعك يجيب 200 لايك بتبقى طاير، بس لما يجيب 7 لايك
منهم أمك وصاحبك اللي بيحن عليك كل فترة، تبدأ تشك في قيمتك كبني آدم. يبقى هنا الموبايل بقى هو اللي ماسك ريموت الكنترول بتاع مشاعرك. رقم 3، هل محتاج تشيك على موبايلك أكتر وأكتر عشان تحس بنفس المتعة؟ يعني زمان كنت بتفتح واتساب وتشوف رسالتين فتنبسط، دلوقتي لو ما جالكش إشعار كل 10 دقايق تحس إنك منسي من البشرية، وده بسبب إن دماغك اتعود على الدوبامين الكتير فبقى عايز أكتر وأكتر وأكتر. رقم 4، هل بتحس بالتوتر أو النرفزة لما الموبايل يبقى مش في إيدك؟ يعني لو البطارية خلصت تحس إن روحك بتطلع، أو تبقى مش عارف تركز وتبدأ تدور عليه زي المجنون؟ ده يا صاحب الكورتيزول، هرمون التوتر، بيعمل فيك كده. جسمك بيقولك هات الموبايل بسرعة يا عم، يمكن فيه إشعار مهم أو ميم مضحك. ورقم 5 والأخير، هل حاولت تبطل شوية ومعرفتش؟ يعني قلت خلاص بعد الساعة 10 مش هفتح الموبايل، ولقيت نفسك الساعة 2 بالليل بتتفرج على فيديو قط بيلبس جرافطة؟ هو ده الانتكاس بعينه يا نجم. لو جاوبت أيوة على أكتر من سؤالين فمبروك، انت رسميا داخل في نادي مدمن الموبايل والاشتراك مدى الحياة ومفيش إلغاء. بص يا سيدي، اللي يخليك تحس إنك مش لوحدك إن حوالي 78% من الناس قالوا إنهم مش عارفين يعيشوا من غير الموبايل. يعني لو الكهرباء قطعت والموبايل فصل العالم هيقع رسمي. بس ما تقلقش، في أمل. عقلنا ربنا خلقه عنده حاجة اسمها المرونة العصبية، يعني ببساطة ممكن نعيد برمجته ونرجعه يتصرف زي زمان قبل ما التيك توك يسرق دماغنا. العلماء بيقولوا إن في 3 خطوات علمية ممكن تبدأ بيهم عشان تقلل استخدامك للموبايل. بس خليك فاكر، العملية دي مش هتحصل في أسبوع ولا شهر، في ناس بتقول شهر، في ناس بتقول 3 شهور، وفي دراسات بتقول 2 سنين. يعني الموضوع محتاج صبر، مش كورس 7 أيام للتخلص من الإدمان زي إعلانات الفيسبوك. بما إننا مش هنقدر نبطل موبايل خالص لأننا بنشتغل ونتكلم عليه وكل حاجة عليه، يبقى الحل إننا نتعامل معاه بذكاء، مش نخليه هو اللي يتحكم فينا. النصيحة الأولى، تعلم من الفئران. أيوة والله الفئران دي علمتنا حاجات كتير. العلماء جربوا يديهم كوكايين مخدر يعني التيميتد، الفئران فضلت تضرب في الزرار لحد ما ماتت من التعب. بس الفئران اللي كانوا بيدوها الكوكايين ساعة واحدة بس في اليوم كانت بتستخدم كمية ثابتة وما بتموتش ومخها استقر. الدرس هنا، قلل وقت الموبايل، عامل نفسك زي الفأر الذكي، يعني خصص وقت معين في اليوم، ساعة مثلا تستخدم فيها السوشيال ميديا، وبعد كده اقفله بالضبة والمفتاح. النصيحة التانية، افصل نفسك جسديا، اعمل خطة، قول لاصحابك انك بعد الساعة 9 الموبايل في السجن، وحطه في درج مقفول لحد تاني يوم. ولو في تطبيقات معينة زي تيك توك او انستجرام عاملة فيك عقدة، اعمل لوج اوت وادي الباسورد لحد تثق فيه، عشان لما تيجي تفتح تقول هو انا فعلا هغلس على صاحبي واطلب الباسورد عشان افتح ريلز قطط. كمان حاول تخلي الاكل في البيت من غير موبايلات، يعني تقعدوا تاكلوا كده وتتكلموا زي البشر زمان، مش كل واحد بيبص في شاشة وبيضحك على ميم هو بس اللي شايفه. النصيحة الثالثة، خليه ممل. ايه رايك تعمل موبايلك ابيض واسود؟ ايوه، حوله تدرج رمادي كده، يبقى كل حاجة باهتة وملهاش طعم، وقتها التيك توك مش هيبقى مغري خالص. كمان شيل التطبيقات اللي ملهاش لازمة، يعني التطبيق اللي كل مرة تفتحه وتخرج تقول ليه ضيعت وقتي، امسحه بلا رجعة. خلي الموبايل بس للمكالمات والواتساب والايميل، وساعتها هتكتشف ان في وقت فاضي في يومك كنت فاكر انه مش موجود اصلا. وحاول ما تخليش الموبايل منبهك الصبح، اشحنه في حتة بعيدة عن السرير عشان ما تصحاش تمسكه اول ما تفتح عينيك وتضيع ساعتين في فيديوهات اغرب 10 طرق تقشر بها الموز. وفي الآخر، لو حاسس إن الموبايل مأثر على حياتك بجد، اعرف إنك مش لوحدك، كلنا في نفس القارب وكلنا بنحاول نقلل شوية شوية. اختار 3 خطوات من دول وابدأ بيهم النهاردة، وسيب لي في الكومنتات إيه اللي اشتغل معاك وإيه اللي لسه صعب، عشان كلنا نتعلم من بعض ونفوق سوا. وفي بودكاست حلو بيتكلم عن إزاي الموبايل بيأثر على مخنا وبيخلينا قصير النظر، مش بس في العين، في التفكير كمان. فلو عجبك الكلام ده تابعنا عشان نكمل الرحلة دي سوا. أنا كمان لسه بحاول أقلل استخدام الموبايل، ومش سهل خالص بصراحة، بس زي ما بيقولوا لو الحكومة مش قادرة تنظم السوشيال ميديا يبقى احنا ننظم دماغنا على الأقل. سلام يا ملوك، وخليكم صحيين، لأن مش كل إشعار يستحق إنك تسيب حياتك عشانه. سلام عليكم.